اهلا وسهلا بحضراتكم في حلقه جديده من على قناه من قلب التاريخ. بص، قبل ما نبدا خليني اسالك سؤال مهم جدا. ايه رايك لو قلت لك ان التاريخ اللي احنا متعلمينه ممكن يكون متفسر على مزاج ناس معينه، مش نظريه وخلاص، لكن صراع حقيقي، صراع بيحصل من سنين طويله، مش بس بالسلاح لكن بالكلام وبالكتب وبالروايات. عندك على ناحيه ناس بتقول ان اصل الحضاره كلها افريقي اسود وان في سرقه حصلت لالاف السنين، وعندك على الناحيه التانيه حركه بتقول ان ليها حق تاريخي في ارض معينه وانها راجعه تسترد حقها. الاتنين طبعا بيستخدموا نفس السلاح التاريخ، بس السؤال هنا هو التاريخ فعلا ثابت ولا ممكن يتغير حسب اللي بيحكيه. ان شاء الله النهارده هنتكلم عن اوجه التشابه والاختلاف ما بين الافروسنتريك والصهيونيه، وهنعمل مقارنه تاريخيه بينهم. طبعا خلينا نبدا بالافروسنتريك. الفكره دي ظهرت بقوه في امريكا، خصوصا وسط الافارقه الامريكيين. ناس اتعرضت للعنصريه والعبوديه والتهميش، فكان طبيعي جدا انهم يدوروا على حاجه يرجعوا بيها كرامتهم. فقالوا طب ما احنا اصل الحضاره، واصلا احنا اصل الحضاره. وبداوا يركزوا على حاجه مهمه جدا، اللي هي مصر القديمه. قال لك ايه؟ مصر دي حضاره افريقيه، والفراعنه كانوا سود، واوروبا اخذت العلم من مصر. واللي حصل بعد كده ان الغرب بيض التاريخ. يعني باختصار هم شايفين ان في عمليه سرقه حضاريه حصلت. طب هم بيستندوا على ايه؟ بيستندوا على رسومات قديمة فيها الوان بشرة مختلفة، وكتابات يونانية بتقول انهم اتعلموا من مصر، ونظريات انثروبولوجية شكل الجماجم والملامح الى اخره. لكن المشكلة ان كتير من الكلام ده عليه جدل كبير، وفي علماء بيقولوا ان فيه مبالغة او تعميم. بالنسبة للصهيونية، نيجي بقى للطرف التاني. الصهيونية القصة هنا مختلفة شوية. دي مش بس فكرة ثقافية، دي مشروع سياسي كامل. بدأت في أوروبا في القرن التسعتاشر، وقت ما اليهود كانوا بيتعرضوا للاضطهاد. فطلعوا بفكرة ليه ما نعملش وطن خاص بينا. وهنا دخل التاريخ على الخط. قالوا احنا كان لينا ممالك في فلسطين، ودي أرض أجدادنا، رجوعنا ليها مش احتلال، ده استرجاع. وبالفعل الفكرة دي كبرت وتحولت لدعم سياسي لحد ما قامت دولة إسرائيل سنة 1948. طبعا بص بقى، هنا النقطة المهمة جدا. الاتنين بيعملوا نفس الحاجة تقريبا، بيستخدموا التاريخ عشان يثبتوا حقهم، بس الفرق ان الافروسنتريك بيحارب على صورة وهوية، والصهيونية بتحارب على أرض وواقع. أوجه التشابه ان الاتنين عندهم إحساس بالظلم التاريخي. الافروسنتريك شايفين ان حضارتهم اتسرقت، والصهيونية شايفين انهم اتطردوا من أرضهم. يعني كل طرف شايف نفسه مظلوم. اتنين إعادة كتابة التاريخ. طبعا مش بيقبلوا بالرواية التقليدية، كل طرف بيقول لأ الحقيقة غير كده، وبيبدأ يعيد تفسير النصوص والأحداث والآثار. تلاتة، استخدام العاطفة. الموضوع مش بس علمي، ده فيه عاطفة جامدة جدا. فخر وغضب وإحساس بالانتماء، وده بيخلي الناس تصدق بسهولة. أربعة، فكرة إحنا الأصل. ودي أخطر نقطة. كل طرف شايف إنه البداية والمصدر والأصل الحقيقي. طب أوجه الاختلاف: القوة والتأثير. الأفروسنتريك تأثيره محدود نسبيا، الصهيونية قدرت تعمل دولة وتغير خريطة العالم. الأدوات: الأفروسنتريك بيستخدموا كتب وأبحاث وفيديوهات، والصهيونية سياسة ودعم دولي وقوة عسكرية. الهدف النهائي للأفروسنتريك هو إثبات الذات، أما بالنسبة للصهيونية هو السيطرة على الأرض. والتعامل مع النقد: الافروسنتريك بيتناقش اكاديميا، والصهيونيه النقد ليها احيانا بيتحول لصراع سياسي كبير. طبعا التاريخ مش مجرد احداث، ده قصه بتتحكي، واللي بيحكي القصه هو اللي بيحدد انت هتشوف ايه. يعني ممكن نفس الحدث يتوصف كتحرير او كاحتلال، حسب مين اللي بيتكلم. طبعا النهارده السوشيال ميديا مليانه بروايات، كل واحد بيحكي القصه بطريقته، وكل واحد بيقول انا الصح. فانت كمشاهد لازم تعمل تسمع كل الاطراف، تشك شويه وتدور بنفسك. حاول انك تقوي نفسك بالمعلومه الصح. اقرا من مصادر اكاديميه موثوقه عن تاريخ مصر القديمه، وواجه الفكره مش الاشخاص. وقدم محتوى مصري قوي، واعمل فيديوهات تشرح تاريخ مصر، واستخدم صور وخرائط وتحليل منطقي، وصحح المعلومات الغلط من غير تهكم. ودي افضل طريقة تنافس بيها او تناقش بيها الرواية، بدل ما تحاربها بالصوت العالي. طبعا اللي بيحافظ على البلد دي هو وعي الناس وقوة التعليم. واقوى رد على اي فكرة غلط معلومة صح وعرض ذكي وهدوء وثقة. في الاخر الصراع ده مش بس بين افكار ولا بين حضارات، ده صراع على الذاكرة، مين يفتكر ايه ومين ينسى ايه. لان ببساطة اللي بيملك الماضي بيقدر يتحكم في المستقبل. فاوعى تصدق اي رواية بسهولة، واوعى تفتكر ان التاريخ كتاب واتقفل وخلاص. الحقيقة ان التاريخ لسه بيتكتب، واحنا جزء منه. طبعا كده يبقى وصلنا لنهاية الحلقة. انا ده يعتبر وصف ليهم، او يعتبر الحلقة دي مقارنة تاريخية. انا كده كده عملت حلقتين، حلقة عن الافروسنتريك قبل كده، وحلقة على الصهيونية، موجودين برضو في الفيديوهات.
طبعا لو الحلقة عجبتكم يا ريت تدوسوا لايك وتدوسوا على زر الاشتراك وتفعلوا الجرس عشان يوصلوا كل جديد. وكان معاكم محمد سالم، ان شاء الله المرة الجاية هنتكلم في موضوع جديد تماما. نتقابل على خير. سلام.